مسلسل ضرب نار للفنانين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. المسلسل ده المفروض يسموه ضحك نار، بجد مليان ضحك للركب. المسلسل ده ما ينفعش يكون درامي، ده في ضحك اكتر من المسلسلات الكوميديه اللي موجوده السنه دي. ومسلسل ضرب نار من بطولة الزوجين السعداء ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، ومعاهم الفنانة الكبيرة إيمان السيد والفنان الكبير ضياء عبد الخالق والفنان الكبير ماجد المصري والفنانة الجديدة هدى الأتربي. والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري. بس قبل ما نبدأ الفيديو ونتكلم على ضحك نار، عايز أي حد يكون لسه أول مرة يشوف القناة لو عجبه الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك في القناة، وكمان لو عجبك الفيديو تشيره مع اصحابك لان انا هعمل جيف اواي ان شاء الله كبير جدا في اخر رمضان. فعايز تفيد صحابك وتفيد نفسك اعمل شير. ويلا بينا. كبدايه كده انا هاخد راحتي في الحلقه وكل الكلام ده لان انا هتكلم على كل نقطه واتكلم عن مشاهد معينه بالخصوص، مشاهد تثبت لك قد ايه ان العمل ده مش متعوب عليه ب2 جنيه ونص. فانا هتكلم على اول حلقه بس، يعني دي اللي انا شفتها وهي دي اللي هتكلم عليها وبس، لان مش هكمل على المسلسل ده بعد كده في رمضان، مش هكمله اصلا. فاي حد طبعا هيحب يكمل المسلسل دوت فاكيد اول حلقه هيكون شافها قبل اكتر من يومين على رمضان. فانا من اول دلوقتي يعني حسابك انا هتكلم بكل بساطه على اي حاجه في الحلقه الاولى من المسلسل ضرب نار. وبعد كده نروح لعم الناس وعم الدنيا الكوماندا اللي هو احمد العوضي. والفنان احمد العوضي بيظهر في اول مشهد ليه في المسلسل وهو رايح الشغل بسرعه البطه ومركب نسر او صقر على كتفه، اللي هو دي حاجه طبيعيه جدا في الصعيد. كل واحد في الصعيد بيشوف لازم يشوف كل يوم واحد واخد نسر على كتفه ورايح الشغل بالموتوسيكل. طبعا الحته دي طلعت ترند على السوشيال ميديا لان حاجه مش طبيعيه نهائي يعني، وحاجه ما بتشوفهاش في اي حته. ده غير اصلا ان في جمعيه او حد او مجموعه من الناس اسمها الصقارين اعترضوا اعتراض شديد على اللي عمله احمد العوضي دوت. وكمان يا جدعان هو طبيعي يعني ان يبقى اسماء العوضي كلها في كل مسلسلاته كده، يعني بدأ بعشماوي في الاختيار ودلوقتي الكوماندا وقبل كده مش عارف عمهم، حاجات غريبه كده. طب ما عندكش محمد احمد علي عبد الرحمن؟ الاسماء دي بتعديش عليك؟ يعني اي سكريبت بيجيلك بتشيل تشطب على الاسم وتكتب اسماء من مزاجك؟ ده غير ان هو بيستلم في المشاهد بتاعته كلها امثله غريبه جدا. الواحد قاعد في توك توك ولا انت ايه؟ بتجيب الحاجات دي منين؟ واحد بيروح مثلا يشتغل مع سواق توك توك وياخد منه كلماته ويحطها في سكريبت. وهنا احب اوجه رساله مهمه جدا للمخرج مصطفى فكري، لو يقدرش احترم عقليه المشاهد، يعني خلوا الحاجات واقعيه. يعني لو انتوا مش عايشين الحياه اللي الطبقه دي عايشاها جيبوا حد منها واسالوه هتتعامل ازاي في الموقف ده، تتعامل ازاي لو حصل كذا، عشان تاخدوا رد فعل حقيقي بدل الهبد اللي بتبدوه في السينما ده. وبعد كده هنروح للمشهد اللي بعده، والمشهد دوت بكماله الجدعنه لياسمين عبد العزيز. يعني ما كفهمش المشاهد اللي بينوا فيها ان هي جدعه وقد ايه هي طيبه مع القطه ومع اخواتها وكده، لا نكمل بقى ندي حبه كماله كده. وجابوها في ميكروباص، سواق ميكروباص عمال يشتم ويهزق الناس اللي ما دفعتش. فياسمين عبد العزيز بتاخد بالها ان في بنت صغيره ما دفعتش فلوس وهتاخد بالها ان هي مش معاها تدفع، فتاخد هي كل شتمها لسواق واللي هو قال ما عندوش دم ما دفعش ومش عارف ايه، وتقول له معلش اصل نسيت ادفع. طبعا الكلام ده ما يمسش بالواقع بنكله. ليه بقى؟ لان الكلام ده لو حصل في الحقيقه وبيحصل على فكره فعلا، بس بيحصل ازاي؟ الشخص بيقول له مش مهم يا عم ما دفعش، خد حق المواصله اهي، خد يا عم حق المواصله اهي، بحيث ان هو ما يكسفش الشخص وفي نفس الوقت ما ياخدش تايم اللي خدها او اللي قالها السواق. يا جدعان بقى فكروا ربع دقيقه قبل ما تعملوا المشهد. وبعد كده بنروح للعوضي تاني الكوماندا، وبنلاقي ان عنده عربيه نقل واقفه وان هو بيشوف الكاوتش العربيه وبيقول له لازم تتغير، فالراجل بيطلع له علبه سجاير وبيقول له خد عفر. فالعوضي كده بياخد نفس وبعدين يقول له خلاص يا ولد عمي، هيغير له العجله بعجله تانية نص عمر. فالراجل طبيعي هيقول له شكرا كتر خيرك يا ابني الله يكرمك. لا بيقول له راجل ابن راجل، الله ينور يا كوماندا، الله عليك يا كوماندا، راجل ابن راجل. ايه العلاقه؟ يعني انا عايز افهم ايه الرد ده. يعني انت المخرج لما خد الشوت ده يعني ما حسش ان في حاجه كرنج او حاجه مش طبيعيه؟ المفاجاه هنا بقى ان احنا ما كملناش 10 دقايق من الحلقه. انتوا متخيلين كميه الهبد دي؟ بس هو بيقول بسم الله كده بيبدا الحلقه. انتوا متخيلين ده اول حلقه في مسلسل في رمضان المفروض يكون الحلقه دي تشد البني ادمين مش تكفرهم؟ دي يعني حاجه غريبه يعني. والمشهد اللي بعد كده ابن عم الكوماندا بيروح له
وبيقول له ان هو اتنصب عليه من راجل كان المفروض ان هو يسفره على انه صنايعي، بس هو جاب له تأشيرة ان هو يكون عامل مش صنايعي. فهو راح اعترض له، فهو مش عاجبه الاعتراض، فجاب ابن عمه العوض الكوماندا وراحوا عملوا قعدة عرب. فالراجل مش بيهدي الموضوع ويهدى ويقول له هتصرف وهغيرك التأشيرة، لا، الراجل عمال يشتمه ويقول له انت مش صنايعي، انت مش نافع، انت مش فالح، انت خايب وحاجات غريبة كده. فابن عم العوضي يروح قايل له انت راجل نصاب، يقول له انا نصاب؟ طب القعده خلصت ومالكش حاجه عندي وحلف خيلك اركبه. فالعوضي بقى يتعصب كده والدم يجري في عروقه، ويروح قايم بيقول له اسمع يا ولد عمي، ويروح قايل له امثله غريبه كده مش فاهمها لحد دلوقتي. بعد كده يقول له الدم هيبقى للركب لو ما جبتش حق ولد عمي. فولد عمه بيسخن كده مع كلام العوضي، ويروح مطلع الطبنجه ويضرب الراجل رصاصه. وبعد كده العوضي بيضرب 5 6 كده من رجاله الراجل، لان هو ضربه في وسط بيته بالرصاص وطلعوا منها عادي مش مشكله. عاوز يضربهم بدراعه اليمين وضرب بدراعه الشمال وطلعوا يجروا. وبعد كده هنكون وصلنا للقطه اللي بتضحك او المشهد اللي كسلوا فيه اصلا يعيدوه تقريبا، استخسروا بقى حبه الاكشن دي تساعد تاني. وهو مشهد والكوماندا خارج من عند امه وبيركب الموتوسيكل، فجاه بيظهر رجال الديب، الراجل اللي هم قتلوه، وبيجروا وراه بعربيات واسلحه بالهبل ورجاله فوق السطوح ورجاله في كل حته، وعمال يضربوا عليه نار، ولا رصاصه حبت تيجي فيه ولا حتى تخربشه حتى. المشكله ان في مشهد في نص الخناقه دي او في نص العركه ديت بيبقى فيه موتوسيكل لازق في ظهر العوضي وبيضرب عليه نار، والرصاص مش بيجي برده عادي، تحس الراجل عنده حول كده العوضي هنا هيضرب هنا. ولو قلنا ان هو عشان راكبين موتوسيكلات في التنشين صعب، فهم نزلوا مع موتوسيكلات وجروا وراه رجليه وراح موطيين كده ونشنوا وهو بيجري قدامه وضربه وبرده ما جاتش. فيعني الموضوع اوفر. هو الافلام معظمها الاكشن كده ان هو ناس كتير بتجري ورا البطل والبطل بيجيش فيه رصاص، بس الموضوع اوفر بغباء يعني حتى حاولوا تخلوا مسافه ما بينه، ما تخليش ان هم محوطينه بالشكل ده برده بيهرب، راعوا عقليه المشاهد يعني عشان ما يحسش ان في حاجه غلط. انا في حاجه واحده عايز اقولها لصناع العمل وعايز اطلعها من قلبي كده، حسبي الله ونعم الوكيل. في الساعه الا ربع اللي ضاعت من حياتي وانا اتفرج على اول حلقه من صدر بنار، المسلسل ما يتشافش، المسلسل 1/10 تقييمه، يعني ده كده لو في اقل من كده هديله، لو في بالسالب هديله. عموما لو عجبتكم الحلقه ديت ولو عجبكم محتوايا وبتحبوا تتابعوا الافلام والمسلسلات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول ما تشوفوا القناه. ولو عجبك الفيديو ارزعنا اللايك العنيف. سلام.